السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ معاكم فيري. هنعمل النهاردة وصفة سهلة وجميلة وكلكم بتحبوها، وهي بسكوت القهوة. زي ما انتوا شايفين شكله جميل جدا اهو. بسكوت القهوة طبعا كلكم بتحبوه، تاخدوه الصبح مع القهوة او مع النسكافيه. طبعا بيبقى طعمه جميل جدا جدا وبيعلي كده المزاج، وحاجة كده وهم وجميلة جدا. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتبقى سهلة عليكم، ونعملها كلنا مع بعض في البيت. سهلة خالص، ما بتاخدش وقت، يعني تقريبا الموضوع كله 5 دقايق، وتسوية ما بقى 10 دقايق، يعني الموضوع كله ربع ساعة وتطلعي أحلى بسكوت قهوة جميل جدا. هيعجبكم إن شاء الله. يلا مع بعض نشوف المقادير. ادي مقاديرنا يا حبايبي. معايا كوباية دقيق، مج واحد، طبعا قيسي بقى كله بالمجات زي بعض. معايا نص كوباية زيت، معايا ربع كوب سكر بودر، لازم يكون سكر بودر، او لو مش عندك بقى مفيش غير حبيبات معلش بقى تقلبيه شويه زياده. ومعايا ربع كوبايه كاكاو خام، يا ريت يكون اسباني من النوع النضيف عشان يطلع لك البسكوت طعمه مميز وجميل. وهيكون معايا معلقه من النسكافيه القابل للذوبان، ومعايا معلقه ميه، ومعايا كيس فانيليا. هي دي المقادير، واظن موجوده عندنا ان شاء الله كلنا في بيوتنا. هنجيب يا حبايبي البولة بقى بتاعتنا، وهننزل بنص كوباية الزيت اللي عندنا. بس اول حاجة نعملها، نسيت بقى وابتديت بالزيت، اول حاجة هنعملها هنبتدي نحط معلقة المية على معلقة النسكافيه ونقلبهم كويس لحد ما يدوب النسكافيه في المية، ونركنه كمان شوية عقبال ما نحط المقادير بتاعتنا، السكر مع الزيت، ونقلبهم يكون النسكافيه داب في المية كويس جدا. تمام، هنقلبه شوية حلو قوي كده، ندوبه ونسيبه شوية في المية عقبال ما نقلب السكر بتاعنا مع الزيت. هيكون النسكافيه داب كويس ويبقى ويشتغل معانا يعني على طول. هنرجع بقى لمقاديرنا. نص كوباية الزيت اللي حطيناها ننزل عليها بربع كوباية السكر البودر، ونبتدي نقلب فيهم كويس قوي بالمضرب او بالاسباتيولا، اي حاجة قدامك. المهم ان انت تقلبي المقادير كويس جدا لحد ما تدوب في بعض وتنسجم كده مع بعضها. نفضل بقى نقلب كده لحد ما ندوب المقادير في بعض. لو انت عندك بقى سكر حبيبات مش متوفر عندك سكر ناعم اللي هو البودرة، معلش بقى تفضلي تقلبي شوية لحد ما السكر يدوب معاكي. لازم يدوب معاكي كويس قوي. دي ذرة ملح كده بس يا دوبك كده عشان تظبط لي النكهات. وبعد كده هنزل بقى بكيس الفانيليا بتاعي. طبعا انا عشان السكر بودر فطبعا داب معايا بسرعة جدا. مع التقليب نقلب بقى كل اللي حطيناه ده كده مع بعض. بعد كده بقى يا حبايبي هجيب بقى معلقة النسكافيه اللي انا دوبتها في معلقة المية واقلبها بقى كويس. هي كده خلاص دابت معايا. هنقلبها كده تقلبتين، وبعد كده بقى هنزل بيها على الخليط اللي عندي. دي طبعا هي دي معلقة النسكافيه دي اللي بتديني النكهة، وكمان بتديني اللون الجميل بتاع بسكوت القهوة، بتديني النكهة بتاعته الجميلة. في ممكن بيحطوا قهوة بدل النسكافيه، بس هي بالنسكافيه بتبقى مميزة ونكهتها جميلة جدا وبيطلع الطعم مظبوط أوي حلو أوي. طبعا قلبناها كويس جدا. بعد كده بقى ننزل بربع كوباية الكاكاو. كل ما الكاكاو بتاعك يكون نوع نضيف كل ما بيطلع البسكوت حلو جدا. زي ما انتوا شايفين بقى بنقلبه كويس قوي. شايفين اللون بقى غامق وجميل ازاي؟ ده بسبب كمان معلقة النسكافيه، وكمان ان الكاكاو بتاعي اسباني او نوع نضيف قوي فبيبقى غامق، غير الكاكاو العادي بتلاقي لونه بني فاتح شوية. نقلب كده جامد لحد ما المقادير كلها تدوب في بعض. بعد كده بقى هنزل بكوباية الدقيق اللي عندي. طبعا اكون نخلاها، هي كوباية دقيق متعدد الاغراض، مش لازم دقيق معين، بس لازم تكوني نخلاها.
تمام. هننزل بقى بيها كده كلها ونبتدي بقى ايه، مش هنقلب بقى بالمضرب، احنا كده كده مش هنعجن، بس هنقلب بقى بايدينا. عايزه تقلبي بالسباتيولا بالمضرب مفيش مشكله، بس انا كده كده بحب اشتغل بايدي لاني كده كده هشكله بايديا. زي ما انتوا شايفين. بس بصي بتقلبي تقليب بس لحد ما تلمي الدقيق جوه الخليط دوت وتكوني ايه العجينه بتاعتك، لكن احنا مش هنعجن بايدينا، احنا بنقلب بس، لان العجينه بتاعت البسكوتات عموما ما بتتعجنش. انتي بتقلبيها لحد ما الدقيق يختفي وكل المكونات تمتزج ببعض وخلاص، وتبتدي تشكلي البسكويت بتاعك. شايفين؟ بصوا كله تقليب بس، يعني لا بعجن ولا اي حاجة، بقلب بصوابعي بس فقط لا غير، ما بعملش اكتر من كده. مجرد ما بتقلبي وكله اختلط ببعض خلاص. شايفين العجينة اتكونت عندي بتاعت بسكوت القهوة وبقت مية مية. شايفين شكلها ولونها ولمعتها جميلة ازاي؟ اهي يا حبايبي. هنبتدي بقى يا حبايبي نشكلها. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنكون بقى جايبين الصاج بتاعنا وحاطين فيه ورق زبدة. يا ريت يا حبايبي اي نوع من البسكويت تيجي تسويه يا ريت يكون عندك ورق زبدة، بيبقى احلى ما انك تدهني الصاج. لو ما فيش متوفر خلاص، بس انا بحب دايما البسكوتات بالذات لازم يكون فيه ورق زبدة. زي ما انتوا شايفين بقى، جبت بعد كده بقى الصاج وحطيت فيه ورق الزبدة. هبتدي بقى بجيب القطعة بقى، طبعا بتحاولي تعمليه صغير بقى كده، حجمه صغير كده، وتروحي لفاه كده زي البلية كده في ايديكي، وبعد كده تروحي واخداه بس سنة بالجنب. بصوا بيطلع عامل ازاي، هو ده الشكل بتاع بسكوت القهوة. وتحاولي بقى على قد ما تقدري طبعا بعينيكي، بتقدري بقى ان انت ايه تعملي كل الاحجام زي بعضها، ما يبقاش واحده كبيره واحده صغيره. هو انت مجرد ما بتعملي بعينك بتقدري ان انت بعد كده بتقيمي الحجم، يعني كله يبقى زي بعض. اهو شايفين بنلفها بالراحه كده ونروح واخدينها كده بجنب ايدينا بعوجه كده، بتيجي بالشكل الجميل دوت. اهو نحطها في الصاج بقى نرصها ونسيب مسافات كده بينهم، هو مش هيفرش ولا حاجه بس بنسيب مسافات بينهم. شايفين لمعته وشكله جميل ازاي؟ عايزه اقول لكم الوصفه دي جميله جدا جدا، والمقادير دي حلوه قوي قوي، انا ماشيه عليها على طول بقالي سنين، حلوه قوي قوي. ان شاء الله اما تجربوها هتعجبكم جدا. اهو شايفين، بصوا شايفين لمعتها ولونها جميل ازاي، وشايفين شكلها. هنخلص بقى الكمية زي ما انتوا شايفين، خلصت الكمية كلها بتاعتي. شايفين الكوباية ادتني صاج اهو جميل جدا، كمية حلوة قوي. لو عايزة طبعا اكتر بقى ضعف المقادير حسب الكمية اللي انت عاوزاها. بعد كده بقى هنجيب سكينة وبالراحة خالص هنشق بس كده ايه، خط كده من النص عشان يدينا الشكل بتاع بسكوت القهوة اللي هو زي حبة القهوة. بتبقى كده مشقوقة كده من النص، فاحنا عشان تطلع شكلها يا دوبك بس ما تضغطيش. اشوفوا في ساعات السكينة بتنزل مني فبتروح فلقاها نصين، فانت يا دوبك بس بتدي علامة بس مش اكتر. او شايفين بالراحة خالص، بس يا دوبك بتضغطي علامة صغيرة كده من على الوش. ان شاء الله المقادير دي هتعجبكم جدا والوصفة دي، وهتمشوا عليها بعد كده على طول وهتعملوها ان شاء الله. شايفين كده انا خلصتها اهيت زي ما انتم شايفين، جميله جدا وشكلها حلو قوي. شايفين هنا بقى اكون انا مولعه بقى الفرن بتاعي مظبطاه على درجه 190، وهحط الصاج على الشبكه في النص، ويكون الفرن والع من تحت بس، يعني مش هيبقى والع من فوق وتحت، لا هنولع من تحت بس، وندخله على درجه 190 زي ما انتم شايفين في الشبكه في النص. هو ما بياخدش حوالي، ما بيكملش ربع ساعه وبيستوي. وهو يا حبايبي بعد ما خرجته من الفرن واستوى، طبعا هسيبه بقى على الرخامة يبرد عشان يهدى كده ويرتاح. زي ما انتوا شايفين ده شكله بعد ما استوى. شايفين شكله حلو قوي ما شاء الله، تحفة تحفة والله، هيعجبكم جدا، هتمشوا عليه على طول. شايفين السوا؟ شايفين بصوا من فوق ومن تحت عامل ازاي؟ زي ما قلت لكم حاولوا بعد كده بس تدوا بالسكينه علامه صغيره عشان ما يشقش منك قوي. شايفين جميل ازاي ما شاء الله؟ عايزه اقول لكم مظبوط قوي قوي، حلو قوي قوي والله، هتدمنوه وهتعملوه في البيت على طول.
بعد ما يبرد بقى حضرتك بقى تحطيه في اي علبة كده ما عندك او تقدميه بقى زي ما انتم شايفين. وانا بقى دايما بعمله كده واقدمه بقى مع النسكافيه او مع القهوة، طبعا بيبقى ادمان وجميل جدا ان شاء الله باذن الله. اتمنى بقى ان الوصفة تعجبكم باذن الله والفيديو يعجبكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واعملوا لي سبسكرايب، واستنوني بقى ان شاء الله نعمل وصفة جديدة مع بعض من الوصفات الكتيرة اللي هنجربها مع بعض ان شاء الله مع فيري.